ذاكرتي في الأسماء حفظت أسماءهم للمعطيات والتحاليل الهامة التي استفدت بها جيدا. ما أريد قوله هو أنه الركائز التي يمكن أن ننجح بها في مقاومة الفساد هي أولا الإدارة، وما أدراك ما الإدارة. لا يشعر المواطن إلى الآن بعد سنتين من الثورة أن هناك تحسين في الأداء الإداري، بل رجعنا إلى الوراء. ثم الشفافية سواء بالإعلامية أو بغير الإعلامية، وإن كان هناك حرية معينة من الإعلام إلا أنه ما نشعر به قول شي تحب في الإعلام، وفي بعض الإعلام مكتوب مش المرئي ربما رجعنا إلى الوراء، وإحنا نعمل وش نحب. هذا فيما يتعلق بالإعلام، بدليل أنه لم يقع الاتفاق إلى الآن من طرف الترويكا الحاكمة على إنشاء الهيئة العليا للإعلام. ثم القضاء، وما أدراك ما القضاء. لا نشعر أيضا أن هناك تقدم في الإصلاح القضائي بدليل ما نعيشه اليوم في القضاء، حيث الإدارة والشفافية والقضاء. ثم قال أخونا هشام الرجوع إلى تربية الناس وما إلى ذلك. نقول لهم علاش كثير من المواطنين الواعيين وغير الواعيين سياسيا صوتوا للنهضة، قالوا هذا الناس يعرفوا ربي، ومن مبادئ الإسلام والقيم الإسلامية النظافة، نظافة البدن ونظافة اللسان ونظافة الفكر ونظافة اليدين. للأسف، وهذا نرجع لكلام أحدهم وشاهد شاهد من أهلي، ما شفتوش حوار مع حسن الغضباني اللي هو كان من القادة الكبار، فاجأني بقوله أن في الطبقة الحاكمة اليوم عندهم كل شيء ما عدا وجود بل عنصر هام جدا قد سأفاجئكم به، وهو غياب الإسلام عندهم، وهذا شيء خطير جدا. ما يهمني فيما تحدثت عليه من استراتيجية فأنا أوافقك تماما بدون تحفظ، وهي استراتيجية رائعة. لكن المواطن الآن يقول لك أنا حاجتي تو نشوف اللي سرقوا ونعرفوا إيش سرقوا وقداش سرقوا وش عاملين، ما صار بهم شيء. تقول لي صحيح وزارة الحوكمة ضعيفة. أولا تفرض رواحكم يا أخي للحصول على حتى في الأشهر اللي ما زالت الإمكانيات البشرية. مش ممكن باش تعمل ب8 من الناس ولا حتى ب80 فرد ولا 80 أخصائي. الإمكانيات البشرية والإمكانيات المالية والعمل التطبيقي بصفة براغماتيكية كما قال أخونا عبد الله. نعطيك مثال، أنا في منتصف الثمانينات لما اختب الرئيس بورقيبة الله يرحمه قال سأقضي بقية حياتي لمقاومة الرشوة والفساد، ويسمح لي سي عبد الجليل ديما يقول لي دافع على بورقيبة وكلفني بملفات الفساد، منهم واحد رجل اعمال مش لازم نذكره، قلت له بالله يستر يحطوه في الحبس، زيدوا نقصروا عليه العساسه والاقامه والفلوس. يا اخي قداش سرقت؟ كم من مليار؟ قل له ابني 500 مسكن شعبي ومشي انت تدشنهم واعطيهم للفقراء والمعدمين، وكفى الله المؤمنين القتال. هذا الامور الاقتصاديه معطله، وقلنا ما دام الفساد موجود او الفساد لم يقاوم لا ديمقراطيه ولا تنميه اقتصاديه ولا تنميه اجتماعيه ولا قضاء على البطاله. يا اخي هذا بانتظار استرجاع الاموال المنهوبه في الخارج، واللي بارك الله فيكم ما اهتديتوا للاتفاقيه الدوليه. الاموال اللي في الداخل يا اخي رجل عمل هذا سرق 10، قل له اخويا هات 3 هات 5، اعمل لي مشروع خدم لي فهمتي ولا 50 و100 وبرا خدم على الارض، خلص سي ان اس تسالك سي ان اس وخلص لي زربو واعمل لي هذا نعمل هذا، ولا ابني لي قداش مسكن في سليانه ولا في سيدي بوزيد ولا في الكاف ولا كذا وبرا خدم على الارض. هذا تقول لي نعرف صحيح، لكن تحدوهم مثل انتم كحكومه رجل كالف والف كاف. ما كانش يا اخويا يقول له ما يقدمنا استقالة. انا يا سيدي عبد الرحمن الادغم ولد الباهي الادغم انسان نظيف وطبيب، وانا سي هشام يا سيدي وماركي فوتر باساج والشعب يمشي معك. هذه المواقف مواقف تحدي تاريخيه، لانه لا يكفي ان نقوم بثوره ولا يكفي الوصول الى الحكم
النسبه نتاع الانتحارات والنسبه نتاع فهمتي الاضراب الجوع، الواحد يقتل في روحه بموت بطيء، واحنا نتفرج. بحيث دوركم نعرف تحدي كبير يا سيدي، يا حكومه يا ترويكا، اما باش تعطيونا الامكانيات، هذا موقف تحدي، والتاريخ يكون معاكم والشعب يكون معاكم، اما باش تعطيونا الامكانيات باش الصف الاداره والامن والقضاء والاعلام، هذوما الشروط اللي لازمها توفر لمقاومه الفساد الحالي ومستقبل، والا يا اخويا في لمني، حيث هذا ما اعتبره انه ضروري جدا ومتاكد جدا. والتاريخ فهمتي ولا التاريخ القريب تو ما عادش يستنى هون يجي مش اراده سياسيه فقط، فما اراده شعبيه بارك الله فيك. انت لاحظت السي عبد الله، ما عادش الناس تسكت. هي اكبر كسب في الثوره هذه هو انه ما عادش خوف الحريه، ولذا فهمتوا ولا زايد هو دوركم هام. شنو وزاره اصلاح اداري تو قداش من غير وزير يتعاركوا شكون عظم الترويكا اللي باش ياخذوا الوزاره هذه، والامور مفرده تو تمشي الاداره لاداره كل الادارات بدون استثناء، كل واحد من مدير للشاوش الموظف البسيط يمشي وقت اللي يحب ويخرج وقت اللي يحب، ولا رقيبه عليه، والامور راقده تماما. وكما قال سي عبد الرزاق علاقه الفساد بالتنميه، راهو بدون هذا لا تنميه ولا ما فماش نجاح، وبتجي ضربات عامه وغير عامه وغيرها، وفتنه جديده وثوره جديده، بحيث دوركم مفصلي وهام جدا. رجائي